اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من اكلات نرمين. النهارده بقى هعمل لكم حاجه كلنا بنحبها وبنحب ناكلها، وهي العيش التوست المحمص اللي بناكله في محلات الكشري او بناكله في محلات السوري. بس النهارده انا هعمله لكم بشكل صحي ويكون خفيف جدا. انا هعمله لكم بطريقه صحيه وبجد طعمه بيبقى احلى كمان من المقلي. بس قبل ما نبدا ما تنسيش تشتركي معايا في القناه وتضغطي على زر الجرس وتشيري الفيديو لاصحابك، ويلا نبدا مع بعض. اول حاجه معانا هنجيب عيش شامي، وهنجيب مقص المطبخ بتاعك يكون مقص انت مخصصاه للمطبخ، او لو ما عندكيش مقص للمطبخ بسكينه هنبدا نقص العيش بتاعنا. انا هعمله على شكل مثلثات، هقصه 4/4 وبعد كده الربع هقصه على نصين علشان خاطر العيش اللي انا جايباه كبير وواسع، فانا عايزه يبقى قطعه التوست بتاعتي تبقى صغيره. وبعد ما قطعنا العيش كله هجيب صينيه، او ممكن تجيبي صاجة الفرن او اي حاجه، بس انا جايبه حاجه صغيره عشان التصوير فبجيب الصينيه. بس انا عامه بعملها في الصاجه بتاعه الفرن عشان بحط كميه كبيره وبحمصها مره واحده. بجيب الصاجه بتاعه الفرن وبرص فيها العيش بتاعنا بالشكل ده. وبعد ما خلصت رص العيش هنجيب البخاخه. فاكرين البخاخه اللي كلمتكم عنها قبل كده؟ هي دي بجيبها وحطيت فيها زيت، ودي الناحيه اللي بنقط منها بالشكل ده، بس انا هستخدم ناحيه الرش. فهجيب وهفضل ارش على العيش بتاعنا، وبعد كده هرش على الناحيه التانية بتاعه العيش. وبعد ما رشينا على العيش كله هنجيب ملح وهنرش رشه ملح، هي بتبقى بنحط شويه ملح حلوين كده عشان تبقى طعمها حلو. وهنجيب كمون ونرش برضو كمون، وعلى فكره ممكن تحطوا حبه البركه بس انا بستكفى بالملح والكمون بس. وبعد كده هندخلها الفرن على درجه حراره 150 لمده تلت ساعه. وبعد 10 دقايق ما بندخلها الفرن بنفتح عليها وبنقلبها الناحيه التانية عشان تتحمص من ناحيتين، وبنرجعها الفرن تاني. وده شكلها بعد ما بردت وخرجناها من الفرن، مقرمشه جدا وطعمها حلو ولونها جميل جدا وصحيه وخفيفه ومش هتبقى تقيله عليكي. كفايه ان احنا بناكل عيش ابيض بزيت اقل. وتقدري طبعا تقليها في زيت، بس انا بحبها متحمصه في الفرن بتبقى طعمها حلو ومقرمشه قوي. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم، ولو عجبكم اشتركوا معايا في القناه واضغطوا على زر الجرس. كان معاكم نرمين صبري، اشوفكم في حلقه جايه. باي باي.